ناس كتير عندها فايبرومالجيا وهي ما تعرف، وللاسف لحد النهارده مفيش تحليل ولا اشعه هتقول ان عندك فايبرومالجيا، بس في مجموعه من الاعراض لو عندك بقالها اكتر من 3 شهور فغالبا عندك فايبرومالجيا. وجع في العظم والعضلات، اضطرابات في النوم، مشاكل في القولون واعراض اكتئاب، وجع في عظم الوش والجو لاين، وجع غير محتمل في الرقبه وفي الكتاف. طب هو ايه اصلا سبب المرض ده؟ العلماء بيقولوا ان الفايبرومالجيا دي بتأثر على الاشارات العصبيه المتصله بالالم، فبتخلي احساس الالم في الجسم اكتر من الناس العاديين. طب هي اصلا بتيجي لمين ومنين؟ الناس اللي تتعرض ليها هم الستات، وفي اي عمر من اول 15 سنه. تيجي اكتر للناس اللي تعرضت للتريجرز، يعني بعد عمليه، بعد مشكله، بعد صدمه، بعد الم، بعد اصابه، بعد مشكله عاطفيه، بعد فترات من الضغط النفسي المتواصل اللي مفيش فيه اي تنفيذ. ايه هي طرق علاجها؟ الفايبرومالجيا ملهاش دواء بيخفف او بيشفي منها. الدكتور بيعالج السيمبتومز اللي عندك، يعني لو عندك اضطرابات في النوم هيديكي مكمل غذائي زي المغنيسيوم، لو عندك مشكله في اعصابك هيديكي فيتامين بي 12 يقوي لك اعصابك. وغالبا الدكاتره بيكتبوا مضادات اكتئاب ومنومات، وانا لا ارشح ابدا. ومن اكتر الحاجات الفعاله هي التغذيه. قليل السكريات على قد ما تقدري، تبدلي دايما بسكر ستيفيا، تكتري بروتين في وجباتك علشان تحافظي على التيشوز بتاعه عضلاتك. كمان البروتين ليه دور فعال جدا في انه بيقلل الاحساس بالاكتئاب. دايما مرضى الاكتئاب بيروحوا لنظام الكارنيفور اللي كله لحوم. اشربي اشواجندا عشان هي بتهديلك اعصابك جدا وبتخليكي في مود رايق ومتزن. واهم حاجه على الاطلاق ان انت تلعبي رياضه، تمارين مقاومه، لان تمارين المقاومه هتقويلك عضلاتك وهتقويلك جهازك العصبي، فهتقلل اعراض الام العظم والام العضلات. المائيه لطيفه جدا على عظمك وعلى عضلاتك وبتقلل الضغط الناتج على جسمك. الاسترتشات مهمه جدا عشان تقللك التصلب، بالذات استرتشات للرقبه وللكتاف وللافخاذ. اخر حاجه تمارين التامل والتنفس والاسترخاء. من الحاجات المهمه جدا اللي عايزه اقولها لك، ما تناميش ابدا وانتي متضايقه. حسيتي ان انتي متضايقه وانتي على السرير وعلى المخده، قومي خدي دش ساقع واقعدي اقراي، اسمعي بودكاست، اعملي اي حاجه شتتي تفكيرك عن الحاجه اللي مضايقاكي. ما تناميش ابدا وانتي متضايقه.